من أول الحاجات اللي بقت تتجاب في جهاز العروسة، ومن الأجهزة اللي لو باظت لازم ننزل نشتري غيره في نفس اليوم. عرفتوا بنتكلم عن إيه؟ قبل ما تجاوب خليني أقول لك سلامات. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مايكو صورة. حلقة النهاردة هنتكلم عن 7 حاجات ما ينفعش تحطها في الميكرويف. أولا خلينا نقولك إن مفيش بيت بيخلى من الميكرويف، ورايحين جايين نستخدمه، نسخن أكل، نفك أكل كان في الفريزر، وفي ناس بتسخن فيه المشاريب كمان. جهاز لايق على ستايل الحياة السريعة اللي بقينا عايشينه. معظم الناس عارفة إن المعالق والشوك والحاجات المعدن ما ينفعش تتحط في الميكرويف، بس إحنا جايين نقولك على حاجات تانية غير اللي انتوا عارفينها، وفي منهم حاجات مش هتتوقعوها. يلا بينا. البيض من أهم الحاجات اللي بتفرقع لو اتحطت في الميكرويف، ونصيحة بلاش حد يجرب عشان هتقعدوا كتير تنضفوا الميكرويف وريحة الزفارة صعبة قوي. الفلفل الحامي تسخينه في الميكرويف بيطلع منه أبخرة وغازات سامة، وبتكون مضرة جدا لو حد اتنفسها أو جت على العين. أطباق الخزف وخصوصا اللي عليهم أي نقش معدني أو مذهب، أي حاجة معدن زي ما قلنا بتعمل شرار قوي وأحيانا ممكن يوصل لحريق، بعد الشر عليكم. أطباق الفوم كمان، أطباق الفوم في جزء منها بيسيح جوه الميكرويف، وده بيخلي أي أكل محطوط فيها بيعمل تسمم، ربنا يحفظنا ويحفظكم. طبعا أي معادن لو اتحطت في الميكرويف بتعمل شرارة كهرومغناطيسية، وده بجد ومش هزار خالص. الموضوع ممكن يعمل انفجار خطير، لأن الميكرويف بيحرك الجزيئات بسرعة رهيبة، وده اللي بيخلي الحاجات تسخن. لكن المعادن لأن جزيئاتها قريبة من بعض، فالحركة السريعة دي بتخليها تفرقع. الورق والكرتون اللي مع ارتفاع الحرارة بيتحرق جوه الميكرويف، حتى لو مثلا برطمان أو إزاز عليها ستيكر ورق برضه بيتحرق، خلوا بالكم. آخر حاجة ودي مفاجأة، المية. أيوة، المية مش المفروض تتحط في الميكرويف، لأنها بتوصل لدرجة الغليان من غير ما يبان عليها، يعني لا في بقليل ولا المية بتتحرك، فتيجي انت تمسك الإناء تروح المية عاملة انفجارات أو عاملة حركة سريعة. وعلى فكرة رغم إن ربنا بيسترها دايما معانا، بس في حوادث حريق كتيرة اتسجلت في العالم بسبب الحركة دي. دي كانت حاجات ما ينفعش تتحط في الميكرويف. كنتوا تعرفوا عنهم كام حاجة؟ لو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايكو صورة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تشوفوا حلقاتنا الجاية أول بأول. ربنا يحفظنا ويحفظكم، وسلامات.